قال ايه حسن يوسف عن وفاة سعاد حسني؟ الفنان القدير حسن يوسف كان في ندوة لتكريمه في قصر السينما، واتكلم في اكتر من حاجة زي مثلا فيلم اتنين على الطريق اللي اقنع بيه مراته الفنانة شمس البارودي ان هي تطلع تمثل فيه مع عادل امام، وطبعا وقتها كان حسن هو المخرج، ورغم الاصرار الشديد ده الفيلم ما نجحش قوي بالشكل اللي هم كانوا متخيلينه. الفنان كمان اتكلم بعلاقته مع سعاد حسني وان هي كانت زميلته في المدرسة، كان قريب جدا منها، وقبل ما تتوفى كان هو ومراته في لندن وقابلوها هناك، كان بيحاول يقنعها ان هي ترجع مصر لكن هي رفضت، وكانت بتتعالج من العصب السابع ووزنها بدأ يقل تدريجيا. وقال كمان ان سعاد كانت شخصيه ما بتتقبلش النصيحه، وكانت حياتها تعيسه جدا وحياتها السعيده اللي كانت بتظهر قدام الكاميرا بس. ولما اتسال تفتكر ان هي اتقتلت ولا انتحرت جاوب وقال ان الطريقه اللي ماتت بيها سعاد حسني تقول ان هي اتقتلت بفعل فاعل. اخر حاجه بقى ابن حسن يوسف اللي هو اسمه عمر كان طلع ورحب قبل كده بالمشاهد اللي فيها قبلات، فحسن ضحك وقال طبعا هيوافق، ما ابوه ياما بس في الافلام فهو هيقول لا ليه، خليه يدوق. فانتوا بقى ايه رايكم في التصريحات دي؟ وتفتكروا سعاد حسني ماتت مقتوله ولا ماتت منتحره؟